السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل موديل كانت طالباه متابعة معانا على الصفحة. بس أول حاجة لازم تحضري كورساج بنس كامل. اللي قدامك ده كورساج ببنسة وسط فقط، لكن لا، أنا بكون محضرة كورساج بنس اللي هي بالكتف، بنسة الكتف وبنسة الوسط والكامل بتاعي، وأقفل بنسي وأظبط نفسي وأبدأ أحط الموديل بتاعي بقى. أحط الموديل إزاي؟ أول حاجة أما أتأكد إن الربع ده في الصدر شبه الربع ده، وطبعا الموديل باين إن الربع ده شبه الربع ده، فأنا هشتغل على ربع واحد، بس انا هعمله على دبل عشان اوريكي شكله في الاخر هيطلع قد ايه. هاجي بقى عند دوران الرقبه، انا بحضر الكورساج، هعدل دوران الرقبه، يا ريت لو انا عاملاه 9 اخليه 8، ولو عاملاه 8 اخليه 7، اقله شويه، وانزل من تحت دوران الرقبه 5 سم، واجي عند الكتف احط بقى عند تلتين الكتف احط نقطه، خلاص، وانزل بخط وهمي. اللي انت شفتيه ده خط وهمي انا عاملاه، هنزل عليه كام؟ هنزل عليه 8 سنتي او 8 سنتي. هو حلو قوي 8 سنتي علشان اعرف اعمل الدوران، بومبيه الدوران الجديد اللي من تحت دوت اللي انا برضو هيتقص عليه، لازم يبقى مظبوط ويديني الدوران الباين اللي هو في الجزء. انا هعملك عليه دلوقتي دايره، الدوران ده يبقى مظبوط. خلاص، انا دلوقتي برسم الدوران اللي انا هعملك عليه دايره. خلاص، بعد كده اعمل الدوران. انا عملته بالمسطره، ما جاش كويس معايا بالمسطره فظبطته بايدي. اهم حاجه بس الجزء اللي هو من ناحيه الرقبه ده اللي جوه ده اللي تحت، ايوه، الجزء اللي انا بشاورلك عليه دوت لازم يبقى خط مستقيم، عشان انا لو عملته بكيرف او بدورانه هيعمل لي حرف 8 من نص الرقبه. خلاص، هيعمل لي حرف 8 من نص الرقبه. خلاص، اعمله مستقيم وانزل بدوران للدوران بتاعي. خلاص، وبعد ما اعمل الدوران ده كله، برضو عند النقطه الوهميه اللي انا نزلتها، اللي هي نقطه ال8 سنتي اللي انا نزلتها على الخط الوهمي اللي انا عملته، اللي نزلته من خط الكتف، هعمل ايه؟ هجيب معايا المثلث برضو او المسطره، وهنزل بخط مايل. الخط المايل دوت كام سنتي؟ 10 12 سنتي. خلاص، هو يفضل 12 سنتي، انا شايفاه 12 سنتي. خلاص، ليه؟ عشان اعمل برضو الجزء اللي انا هعمل لك عليه دايره دلوقتي. خلاص، الجزء ده انا شايفاه عامل في الرينج 12 سنتي. اصلك بصي، ده انت بتاخدي المقاسات دي ويم بالنظر، تمام. والجزء لازم، الجزء اللي انا بشاور لك عليه دوت برضو هشاور لك عليه في الصوره هيبقى عامل فين. لازم الجزء ده ما يتعداش، يعني الخط ده ما يلزقش في دوران الجيرو. خلاص، المسافه بعيني كده انا بويمها قد ايه؟ انا شايفه المسافه في رينج 5 سنتي، تمام. الخط ده مايل، او بحيث ان انا اسيب 5 سنتي من الجزء دوت. خلاص، وانزل الخط ده عباره عن 12، ايوه الجزء ده كده ما يبقاش الايه، في رينج 5 سنتي. انا شايفاه في الصوره هو في رينج 5 سنتي. ممكن 4، ايوه ممكن 4، بس الفتحه بتاعت الصدر هتفتح معاكي قوي. خلاص، فخلينا حلو ال5 سنتي، 6 سنتي كمان. خلاص، انا بعمل الخط مايل، وبعد كده بحدد النقطه اللي انا هعمل لك عليها دايره دي واصله لحد فين. هو النقطه واصله لحد الوسط؟ لا، واصله لحد اخر الصدر. يعني شوف نقطه التقاء الصدر فين بعديها كمان، يعني اخر نقطه الصدر. برضو انا اللي بعملها بويم، بطلعها طبعا 7 قبليها ب8 سنتي، يعني اجي عند خط الوسط واطلع فوق 8 سنتي واحط نقطه 8 سنتي حسب الطول الكورساج. في ناس الكورساج بتاعها بتبقى مع قصير، يعني هي مقاسها قصير، فطول الكورساج نفسه صغير، فانا اعملها 7، اعملها 8، اعملها 9، حسب انا الصدر بتاعي هينتهي لحد فين. خلاص، البومبيس نقطة التقاء الصدر، المسافة ما بين نقطي الصدر فين، واشوف اخرها بقى الصدر هيبقى فين. ده اخر نقطة الصدر اللي انا برضو عاملة عليها دايرة دي، نقطتها واصلة لحد فين، واحط نقطة، وهبدأ اعمل بقى دوران الكيرف، البوزة بقى اللي فوق بوزة الصدر، الدوران الكيرف اللي انا برضو هعمل عليها دايرة. انا برسمها بايدي وباخدها. مش عارفه ترسميها بايدك، عايزاها بمسطره، هتعرفي تظبطيها بالمسطره اظبطيها. انا بحب اظبط الدوائر دي بالذات، ايدي بتجيبها يعني. خلاص، ومن من فرد لفرد، في ناس ما بتعرفش ترسم فهتجيبها ببومبي المسطره، وهترسمي الدوران بتاعك وهتنزلي على النقطه دي. خلاص، طبعا انا بقول لك هنا اقفلي بنفسك وظبطي الصدر وكده الجزء. ممكن بقى تعملي دانتيل. الزبونه كانت سائله ان ينفع يتعمل جوبير او دانتيل لكرة. ايوه، انت ممكن تستخدمي في قماش السيرما. ده القماش ده عامل شبه الفازلين الدبل كده، بس قماش مش فازلين.
يعني القماش تلاقيه تقيل شويه عن قماش الفازلين. خلاص، وبتبطني بيه الدانتيل بتاعك او اي قماش لكرة انت هتعمليه، هتبطنيه من تحت وهتشتغلي فيه عادي، هيشتغل معاكي. خلاص، لان احنا بنشوف اقمشه كتير سواريه ممكن تتعمل دانتيل وتعمل الحاجات دي. والحاجات دي شغاله كويس قوي اليومين دول كمان. يعني انت ممكن تقوم تجيبي القماش الفازلين عشان تتفادي اللكره شويه. وممكن وانت بتعملي المقاسات وبتاخدي المقاسات بتاعك، لو القماشه فيها لكره شويه ممكن تاخدي مقاسات الراحه بالناقص بدل الايه بالزياده. يعني بتاخدي مقاسات القماش معاكي بالناقص، يعني الراحه بتاعتك بالناقص عشان بتعملي حساب اللكره اللي هتاخد وتدي معاكي. وممكن تعمليها الكريب ستان، اللي هو فيه كريب ستان دي فيه انواع كتيره دلوقتي ممتازه جدا وقيمه جدا وعاليه جدا. بعد كده ابقى انزل لك اسمائها، ليها اسماء كتير جدا وحاجات كتير. وهنبدا بقى نفرغ، هنا بفرغ قدامكم هنا. ممكن تعمليه كله كريب ستان اللي فيه الايطالي في حاجات تانية كتير حلوه تشتغل حلوه كويسه جدا. يبقى ساده زي ما هو معمول ساده كده. والجزء اللي هيتفرغ ده اللي انا هطلعه ده، اخده اقص عليه مثلا جوبير، اقص عليه دانتيل، اقص عليه تل. خلاص، واحطه على ممكن على القماش، واخد مسافات الخياطه بتاعتي وايوه الجزء دوت اللي انا ماسكاه في ايدي دوت اللي انا بفتحه ده، ممكن انا اخده يعني اخلي القماش ساده بحيث ان انا ما يكونش الفستان عريان زي ما انت شايفاه كده. هو اداري بيه الجزء ده ويبقى فيه شكل او موديل، يبقى انا عملت شكل جديد. حطيت مثلا قماشه جوبير، قماشه دانتيل، قماشه مطرزه، اي قماشه انا بحط الحته دي زي ما هي كده، ما بعملهاش اسطمبه جديده، واخد عليها مقاسات الخياطه وابدا اركبها. بصي بقى انا لما فتحت القماش كله الرسمه بانت اهي بالظبط زي ما انت شايفاها كده بانت. اظن يا رب اكون وصلت معاكي، عرفت اوصل لك المعلومه كويس جدا. وما تنسوش يا جماعه بالله عليكم تعملوا لايك وشير ومتابعه، تمام، علشان يقدر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، انا اخد الثواب وانتوا تاخدوا الثواب. وكده اظني خلصت معاكم معلومه النهارده. لو في اي طلب تاني او اي موديل تاني ابعتوه على الصفحة وانا ان شاء الله هرد عليكم. وما تنسوش تسألوا على الكورسات، او ما فيش كورسات ومش قادرة تتابعي على الكورسات ممكن كمان تتابعينا على صفحة اليوتيوب. خلاص، انا ممكن اسيبك اللينك بتاعها على تحت الفيديو، ممكن تتابعينا برضو على الصفحة. اسيبكم بقى في رعاية الله.